انور السادات، انا محامي مدام رؤية السادات، ابنة الرئيس. ابنة الرئيس، وانا محاميها ما يزيد عن 38 سنة. وانا بعتبرها اخت وصديقة وانسانة مهذبة جدا. التصريح ده انا عرفته منها، وهي اللي قالت لي بيه، وبموجبه تقدمت ببلاغ باسمها ضد حسني مبارك. انت قلت ان انا عندي مستندات تثبت، يعني هي كان كله اقوال السيده رقيه ولا كان في حاجه كان تثبت؟ في محاضر، وكان في محضر اجتماع ثابت فيه ان الزعيم البطل انور السادات كان موجود معاه ورقه مؤشر عليها باقاله محمد حسني مبارك. ده يعتبر حصري طبعا، يعني، ده خبر فيه. حصري. لا يعني ما فيش حد، يعني احنا اول مره نسمع حاجه زي دي يعني. طب وهو كان رد فعله ايه، وليه حضر معاه في المنصه؟ يعرف. ما كانش يعرف. لا، ما كانش يعرف. طب ما انا اقول لحضرتك، انا واخد تصريح من لسان رؤية السادات ان من شارك في قتل انور السادات حسني مبارك. بس لم يثبت ذلك. انا مقدم بلاغ. ازاي يا فندم؟ جاري التحقيق فيه. يعني ايه الادله وايه علاقته بحادثه المنصه؟ الادله ان اولا لما اتضرب انور السادات اللي جنبه ما اتصابش خالص، وبعدين ده كان جاي قدامه في وشه، لان هم كانوا عايزينه هو. يعني احنا سمعنا ان هو قال له احنا مش عايزينك انت، احنا عايزينه هو. جميل. اللي جاب الاصابه اللي في الفخذ الايمن لانور السادات، واللي كان قاعد جنبه يمين حسني مبارك. اللي جاب الاصابه في فخذ حسني وانور السادات، ما ده اللي كان قاعد جنبه. الاصابه مش هتيجي اللي هنا وهي كانت هنا. ايه اللي هيجيبها في الفخذ؟ يعني هي كان المقصود بيها ايه موضوع الفخذ ده؟ مش على حد قول او لحد البلاغ اللي احنا مقدمينه من رؤية السادات ان كان حسني مبارك هو اللي ضرب الطلقه دي. هو اللي ضرب الطلقه ده دي؟ كلام رؤية. ازاي؟ لا، ما عنديش فكره. طب انا عايزه اسال حضرتك سؤال، ليه